عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم ان انت بتحكم على الخدمه من المشهد الاخير. انا عايز اقدم ورك شوب علشان يحضر لي العدد ده، انا عندي محتوى قوي جدا جدا جدا، فانا استحق ان انا يحضر لي العدد الكبير ده. او انا عايز ابقى عندي جدول زحمه ويتنج ليست وفي 1 تو 1 كتير، وانا عايز ابقى بالشكل ده. محتاج تشوف البيزنس بشكل مختلف. امتى تقدم الخدمه بشكل وامتى تقدم الخدمه بشكل اخر، امتى تقدم الخدمه كورك شوب مثلا وامتى تقدم الخدمه كوان تو وان. لو المحتوى جنرال وللناس وللعامه فانت محتاج تقدمه على شكل ورك شوب، لكن لو المحتوى كان متخصص فانت محتاج تقدمه على شكل وان تو وان. لو انت بترتاح في طريقه الورك شوب وبتقدر تبدع في شكل الورك شوب وشخصيتك مناسبه للورك شوب، جو اون مع الورك شوب. لكن لو انت ابداعك بيطلع في الوان تو وان وبيطلع بشكل ان انت بتتكلم مع حد انديفيديوال او بتتحرك مع حد انديفيديوال، فجو اون مع الشكل ده. العناصر هتقدر تساعدك تحدد انت هتقدم الخدمه على اي شكل. ابداعك وشخصيتك بيبقى ازاي، طبيعتك وانت مرتاح بتقدم الشكل عامل ازاي، ايه الشكل المربح اللي بعد ما تكرره اكتر من مره هيفرق معاك. انت عارف تدير بشكل احسن ازاي، عارف تدير الورك شوب بشكل احسن ازاي، عارف تدير المنهج بشكل احسن ازاي، في الشكل ده ولا في الشكل ده. وفي الاخر محتاج تشوف مين اللي انت بتبقى قادر تسيطر فيه على وقتك وتدير فيه وقتك بشكل مختلف وتدير فيه مجهودك وتوزع مجهودك عليه بشكل مختلف. في البيزنس محتاج تشوف الخدمة اللي انت بتقدمها من كذا زاوية عشان تقدر ان انت تكبر البيزنس بشكل مستمر.